مرحبا صبايا، كيفكن؟ اخباركم؟ اليوم رح نعمل سمبوسك بلحمه وسمبوسك بجبنه. هلا عنا عجينه السمبوسك، رح اشرح لكم بس طريقه عجن العجينه اول اشي، بعدين بنحكي على المكونات. هلا عنا كوبين من الطحين، رح يلزمها فنجان زيت لكل كاستين، فنجان الزيت بنفس الكاس اللي وزننا فيها الطحين بنحط فنجان زيت وبنكمل فوقه مي. بعدين راح نغليها مي غالية. يعني هلا صار هون عنا فنجان زيت وكملناها مي لنفس الكاسة يلي وزننا فيها الطحين. هلا بنغليها، بعدين بنسكبها فوق الطحين وبنعجنها. خلينا نكمل. لوقت ما تغلي المي مع الزيت رح نحط معلقة ملح، كاستين طحين مع معلقة ملح مع معلقة سكر مع شوية حبة البركة. بس تغلي المي راح نعجنهم مع بعضهم. ما بلزمنا لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي شي، بما انه في سكر وملح راح يتفاعلوا مع بعضهم ويعطينا عجينة كتير طيبة وكتير سهل نعمل فيها السمبوسك. حشوة السمبوسك هي اللي بلحمة، راح يلزمنا بصل، بقدونس، لحمة قيمة، جبنة. هلا انا بدي اعمل لانه جبنة ولحمة، لانه عندي الاولاد منهم بيحبوا الجبنة منهم بيحبوا اللحمة، بقى بدي اعمل من نوعين. هلا خطوة بخطوة مع بعضنا راح نعمل الحشوة. هلا صبايا، بعد ما غلينا المي مع الزيت راح نحطها فوق الطحين. هلا راح نخلطها لانه المي كتير سخنة، ما راح اقدر اكيد في ايدي لانه غليناها، وصلت المي لدرجة الغليان مشان الطحين يفتح ويصير كتير سهل وما نعتاز كتير عجن. هلا بتركه شوي، بغطيها وبتركه، بعدين برجع بعجنها لا تتماسك مع بعض. هلا صبايا رح نحضر حشوة السمبوسك بلحمة. هلا بنحط اي شي عندكم، بتريدوا سمنة، بتريدوا زيت ذرة، اي شي. رح نقلي البصلة معه. هلا بننزل البهار مع البصل اول شي، وبنرجع بنحط شوي صغيرة مع اللحمة. هلا بنحط الملح مع البصل مشان يستوي البصل فورا. رح نقليهم مع بعضهم البصل والملح والسبع بهارات. هلا بدي انزل اللحمة القيمة. هلا بعد ما استوت اللحمة وصارت جاهزة، راح نسكر تحت النار ونحط البقدونس فوقها ونخلي البقدونس يستوي في البخار. اكيد ما راح نطبخ البقدونس معه. هلا بنزل البقدونس وبسكر تحته. قلت لكم حسب الرغبة، بتحبي البقدونس اكتر بتفرمي له اكتر، مناسب حال. هلا صبايا بعد ما بشرنا الجبنة، هلا انا عم بعملها بجبنة البيضة الحلبية، عرفتوا علي؟ يعني الجبنة السورية. راح نحط فوقها البقدونس حسب الرغبة. هلا اللي بيحب كمان فيه يحط نعناع وفلفلة حمراء، هلا انا بحبه مع البقدونس، بس كمان في منهم بيحبوا او ما متوفر عندك البقدونس فيك تحطي نعناع، تحطي زعتر اخضر، تحطي فلفلة حمراء، يلي انت بتحبيه. شايفة كمان بده انا. هلا صارت حشوة السمبوسك بجبنة جاهزة. هلا صبايا بعد ما عجننا العجينة رح ناخد منها شقفة صغيرة ونمدها نفتحها بالشوبر. شايفين كيف صارت؟ يعني كأني سفنج ابدا. هي منين بتبين العجينة اذا منيحة ولا لا؟ وقت بنفتحها
ما بترجع تصغر. شايفين كيف عم تاخد قوامها؟ يعني نحن الحلبية ما في حدا أدنى مشهور بالسمبوسك والأكلات الحلبية المشهورة. ولا كأني عجانة. هلا أنا بدي أقولكم أنا بعملها على طريقة بلا عجانة، مشان يلي ما عنده عجانة ما يقول إنه أنا ما عندي عجانة، إنه ما بقدر أساوي. أنا اليوم ما عملتها بالعجانة مشان يلي ما عنده كمان بيقدر يعملها. شايفين كيف؟ شايفين كيف أبدا ما عم ترجع بتصغر. بمدها بتقف على قد ما أنا عم بمدها. طبعا انتو كيف بتحبوا سماكتها، يعني لا كتير رقيقة ولا كتير سميكة، لأنه إذا كتير رقيقة وقت نحط الحشوة رح بعدين على القلي تفتح. هلا بأي انتو حجم بتريدوا تقطعوها، أنا رح أقطعها بكاسة. هلا بناخد هاي العجينة اللي قطعناها وبنفتحها بإيدنا شوي. من هلا انا اللحمه بدي احط لها شويه جوز، بدي ادلل حالي وادلل ولادي. واللي ما بيحب الجوز ما بيحب المكسرات ما في داعي اكيد. كل واحد بيسكرها بالطريقة اللي بده اياها. فيكي تسكريها بالشوكة، فيكي تسكريها بايدك، انت كيف تحبي. شايفين ابدا ما فتح الطرف. هلا رح اعمل وحده بالجبنه. اذا لقيتيها شوي سميكه فيكي انت قلتلك تمديها في ايدك او ترجعي تمديها شوي بالشوبك. بس كتير شغلة مهمة، لازم الجبنة والبقدونس ما يكون فيهم مي نهائيا، لانه مشان ما يفتحوا اثناء القلي. صحتين وهنا على قلبي وقلبكن سلفا. يعني لازم كمان اولادنا ابدا ما نحرمهم من الاكلات الحلبية الاصلية، لانه عم بتعودوا على الاكلات البلاد اللي هن اللي عايشين فيها. بقى دائما الام لازم تذكر اولادها باكلاتها الاصلية. هلا نحن بنحط السمبوسك اكيد وبنغطيه مشان ما تنشف العجينة. كل ما بنعمل بنغطيه مشان ما تنشف العجينة. هلا رح نقلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، يعني ريحته ولا اروع من هيك. بالذات حطينا له حبة البركة مع الجبنة، هي اللي بتعطي الطعم الطيب كتير. صبايا، هاي السمبوسك صار جاهز وصحتين وهنا على قلبي وقلبكم. يعني ما بتعرفوا قديش انه هي كتير طلعت العجينة بتاخد العقل. مقرمشة طيبة وبتاخد العقل. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا زر الاشتراك، واي شي لازمكم حطوه بالتعليقات.